عسلامة مرحبا بكم. باش نعملو جبة متاع خروجات متاع كل مناسبة، خارجة تتلبس في كل الأوقات. أول حاجة باش نعملو الباترون. الباترون هو سهل أما كل حد وطريقته في الباترون. أول حاجة لازم تكون عندك القياسات. أول حاجة الرقبة خديت فيها 10، مش للمبتدئين، معناها للي يعرف يعمل باترون بأبسط طريقة. خديت 10 للرقبة وخديت 12 للكتف، ونزلت ارتفاع الصدر 28، وخديت محيط الصدر. كل حد معناه والقياس مش نقولكمش القياس ستاندار، اني خديت كله، خديت 30 بصراحة، خاطر باش نهبط بيه بعد الكل كيف كيف، خاطر هو بطبيعته باش يجي واسع معناه. ما تعقدوش اموركم في القياس، اللهم اذا معناها اوفر سايز ولا مقاس كبير معناه. به عملت تقعويرة الماش وهبطت بها، هبطت المحيط الخصر كيف كيف خديت محيط الخصر، اما بعد تبعته بالليهونش. معناها هي طريقة سهلة، اللي ما يعرفش يفصل ينجم يفصل، واللي يعرف بالطبيعة باش يفصل بطريقته. جست حبيت نوريكم اللي طريقة الجبة تشوفوا فيها راي سهلة، ما فيها حد شيء. جست لازم يكون الواحد عنده ذوق ومبتكر وكهو، المهم يعرف شوية حتى شوية الفصال. باش نكملو نفصلو هذاك، باش نعملو الدو وهو نفسه الظهر والأمام نفس المقاس. نزلت بها كامل كما قاعدين تشوفوا. باش نقصو توا الدو وباش نفصلو عليه الأمام. الأمام هو نفسه، باش نحط الدو ونفصل عليه الأمام. بعد باش ناخذ الفي متاع الأمام، كل حسب المقاس متاعو، كل حد يحب الفي طايحة. إذا إنسانة متحجبة تخليها رون، ما تعمل حتى شي في الرقبة كي من هي كيما قاعدين تشوفولي. تفصلت عليه هو نفسه وخديت وحطيت نزلت ب22. كل حد كيفاش يحب يعمل الفي، وكيف كيف نعملو باش ننظفو، معناه نقصو القماش لونفورم اللي باش نعملو بها الرقبة والأمام، مش بعد باش ننظفو بها. قصينا الفي، ان شاء الله يكون الشرح سهل. هي نفسها الفي نحطها كيكة على القماش وكيما نقولوا نكلكع عليها. باهي تو مشينا للمونش. المونش ناخذ خط مائل ونقيسو الفتحة اللي عملناها على 2، الفتحة على 2 نفس المقاس، نطلع ب2 ونقوسها شوية، معناه مش صعيبة، والعرض اللي تحبوا عليه. تو باش نوريكم كيفاش نعملوا لونفورم اللي باش ننظفوا بها. نحطوا الفي ونسطروها نفسها من الداخل كيما الامام، معناه في الظهر كيما في الخلف، ونخرجوا شويه ونعرضوا شوي. سهله ما فيها حد شيء. شفتوها في ترسمت، نخرج عليها 2 سنتي ونفسها الفي نعاودها ب2 سنتيمتر فقط، ونقصها كيما قاعدين تشوفوا في. باهي توا نمشيو للدوفون. باهي الدوفون اللي قصيتها الفي، الحرج هذاكا شريتو، تنجم تركبو اي على ذوقك. باهي تنجم تركبو بالماكينة، ركبتو بالكول.
كول بيستولي وكول. باش نوريكم كيفاه تحط الكول وتلصق، وبعد كيف حتى الفصوص لا تضيع وقت لا إبرة لا حتى شي، تلصق بالكول، والكول قوية وتشد كما قاعدين تشوفوا. كولا نكملو دوفون الكل هكاكا، معناها نكملو تزيين الدوفون باش تكون ساهلة وهي محلولة خير من اللي بعد ما تتسكر. كملنا الدوفون كما قاعدين تشوفوا الجهتين. تو باش نركبو منعرفش شنو تسميوها البونبونة ولا، حطيتها في الميليو، حاولت هكاكا نشدها بالليبانجل، وباش لونفورم اللي قصيتها باش نعاود نركبها بالمكنة معناها. فوالا باش نحط البوانت هذيكا تشد بلاصتها وندور بيها بالماكينة، ساهلة مفيها حتى شي، كيف في الدو زيد نفس الطريقة. القاعورة تاع الدو نظفوها زيد باش بعد تجي خياطة نظيفة بياسة نظيفة. فوالا نمشي للماكينة بعد نوريكم كيفاش تطلع. سي بون ركبتها، ركحتها ضربتها بالحديد نظيفة ولات الكل. توا نمشي للماكينة ونركب الجبة كاملة، وساهل معناها تركبوا لي بولات، تسكروا لي بولات، بعد تركبوا لي مونش وتسكروا لي كوتي كهو الأجناب، ما فيها حتى شيء، سهلة ماهلة، تطلع لكم نتيجة روعة وبالطبيعة الزينة على حسب الذوق. كان عجبكم الفيديو متنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، كان فما حاجة حطوها لي في الكومنتير في التعاليق. وهذه النتيجة النهائية، جبة مزيانة ومضخمة.